غير أنا اللي عارفة هاد السر، وما عرفتش واش غنشد فمي أولا نعترف ونقول اللي كاين. أنا سميتي ميساء، والحكاية اللي غنعاود ليكم ماشي ديالي، ماشي ديال بابا وماشي ديال ماما، بالعكس الحكاية ديال عمي ومراتو. قبل ما تقولوا لي دخلي سوق راسك وديها في راسك، سمعوا القصة وحكموا. أنا إنسانة تزاديت وكبرت في الدار الكبيرة، دار جدودي اللي فيها عمامي وعماتي، بحكم أنه بابا كان داير لينا دارنا فوق الدار ديال دار جدي، وهذه هي العادة ديال عائلتنا اللي كابرين بها عمامي وعماتي. يعني ملي تكبر وتبغي تزوج، يا غتبني فوق يا غتبني في جناب ديال الدار يا غتبني قدام الدار، كتبني وكتسكن في البلاصة اللي مكتوبة ليك. بابا بنا فوق دار جدي، علاش؟ حيتاش هو الكبير وهو الاول اللي تزوج. يعني كبرنا وتربينا مع العائله، وانتم عارفين العائلات من هذا النوع كيتدخلوا فيك وما كايناش شي حاجه سميتها الحريه الشخصيه. انا بديت كنكبر وما حدي كنكبر وما حد هاد الوضعيه هادي ما كتعجبنيش، وخصوصا واحد من عمامي كان كيدخل راسو في اي حاجه وكيهضر خايب على الناس. هو من هذاك النوع اللي كتكون فيه شي خصلة خايبة تيبغي يلصقها فيك، تيبغي يرجع بلي ديك الخصلة الخايبة راه فيك انت ماشي فيه هو. تخيلوا معايا انا كنت باقا صغيره، مازال صغيره، وهو تيقول لي شي هضره ما خاصهاش تقال، شي هضره ديال الكبار، شي حوايج اللي انا اصلا ما كنتش كنرد ليهم البال. وكان كيدير لي شي ملاحظات على الجسم ديالي وعلى المرأة وعلى هذا، وانا باقا صغيره وما عارفاش. وكيمشي عند بابا وكيقول ليه بنتك راه كتفكر هكا، وانا باقا صغيره وربي شاهد عليا بلي انني عمري ما فكرت في شي حاجه خايبه. يعني واخا نوصل لسن المراهقه ونفكر نتصاحب ونعرف الدراري وهذا، لا هو ماشي هادي هي لا ليميت ديالو. هو راه كان كيفكر في شي حوايج واخا نوصل لسن المراهقه ما نقدرش نديرو. ايوا كبرنا وبلغنا ورشدنا ووصلنا لسن 18 عام وشديت الباك ديالي. حتى لهنايا كلشي هو هذاك وما كاين حتى شي مشكل. هذاك عمي اللي فيه الهضره بزاف، العام اللي انا وصلت فيه للباك هو تزوج بواحد الانسانه على حسب هو ما كيقول. هو ما يتزوجش بشي وحده كان كيعرفها وما يتزوجش بمنواله، ومراته ماماه هي اللي اختارتها ليه. وهو اصلا كان كيلعب على واحد ليماج اللي زعما عاطيها لينا حنايا بلي هو ما تيضحكش على بنات الناس وما كيعرفش بنات الناس، زعما الصوره ديال واحد تيخاف ربي. ايوا صافي درنا العرس، فرحنا بيه، نشطنا صافي، وجاب مراته راحت لعندنا وجاو سكنوا قدامنا، بناو قدام دار جدي. انا من وراها دخلت لافاك بديت كنقرا فيها. ولات عندي شخصيه قويه. صافي كبرت ما بقيتش كنخلي اي واحد يتدخل لي في حياتي، اولا شي واحد يقلع لي الحياه اولا يلصق فيا شي هضره اللي ما كايناش. وانا علاقتي بهاد عمي هذا كانت جد متوتره. ايوا يا سيادي، هاد عمي هذا اللي ما كيتقاداش ولا كيدخل سوق راسو بشويه بشويه بحكم انه ولات عنده عائله ولات عنده مسؤوليه، يعني ما بقاش كيسالي. وهاد مراتو هادي اللي مزوج بها كان قاطع فيها النفس. كنا حنايا العيالات ديال العائله كنجيو عندها وتنقولها دافعي على راسك، دوري براسك، تكون عندك شخصيتك، عندك تسكتي ليه. ولكن هاد مرات عمي هادي بحال كتهضر معاها بحال كتكب الماء في الرمله. ما فهمتش، تقدر تكون حيتاش تزوجات باقا صغيره اولا هي هكاك دايره. المهم هي انسانه بعقلها، بعيده على العيب، داخله سوق راسها، سكوتيه، ما كتجبد حتى شي واحد، تحشي لها الهضره ولا تمعني عليها دير راسها ما فاهماش. المهم هي عيبها بعيد، كتموت من خالي. انا ما عرفتش واش كيضربها ولا شنو كيضرب بالضبط، صراحه حنا عمرنا ما شفناه كيضربها، ولكن راها كتخاف منه. مشات ايام وجات ايام، هاد مرات عمي ولدات جوج ديال الوليدات. صافي هي شاده راسها كتهلا في وليداتها، كتكبر وليداتها وحاضيه عائلتها. ايوا يا سيادي، انا دابايا في العام الاخر ديالي في لافاك قريت فيها 5 سنين. يعني انا عمي دابا مزوج 5 سنين، حيتاش كيف ما قلت لكم هو تزوج ملي انا كنت كنقرا في الباك. ايوا سيادي، واحد النهار في داك العام الاخر ديالي انا غادا راجعه للدار. عندنا لافاك بعيده على الدار بزاف، يعني كاينه في الخرجه ديال المدينه. صافي كنمشيو في البوس ولا كنمشيو في الطاكسيات. داز البوس الاول عامر، ما قدرتش نطلع،
الثاني عامر ما قدرتش نطلع، الثالث وكذلك. صافي قلت غادي نشد طاكسي وغادي نمشي. صافي جلست في بلاصة ديال الطوبيس وكنتسنى في الطاكسيات يدوزو. إيوا يا سيادي وأنا جالسة كنتسنى، هو يبان ليا عمي مركب واحد الدرية معاه في الطونوبيل وكيضحكوا ومخدمين الموسيقى بالجهد. أنا في هاديك اللحظة بالذات هزيت التليفون وأنا نصورهم، طق خديت ليهم فوطو خليتها عندي، قلت النهار يجي يبدا يفهم عليا نوريها ليه ونفرانيه. واحد النهار يا سيادي كنت جالسه في الدار ما عليا ما بيا وانا نقول مع راساتي هذيك التصويره خاصني نمحيها انا من التليفون، حيت انا تليفوني تنعطيه لختي وتنعطيه لخويا كيلعبوا بيه، وانا تليفوني بلا مود باس بلا حتى شي حاجه. اللهم نمشي نمحيها لا طيح في يد شي واحد صدق جابده غير الصداع. صافي محيتها وصافي مشات ايام وجات ايام. واحد النهار عاوتاني نفس الديكور، انا جايه من لافاك وانا نتلاقى بيه عاوتاني هاز دريه وحده اخرى في نفس الطوموبيل وفي نفس المنظر وفي نفس الشكل بالموسيقى وكيضحكوا. صافي انا تمايا فهمت بلي انه هو انسان متعدد العلاقات. صافي ساليت انا داك العام، تخرجت خديت الدبلوم ديالي، وصل الصيف. فاش وصل الصيف قلت انا دابا غيولي شغلي الشاغل هو عمي. صافي وليت عساسة عليه، غير يخرج نتبعو، غير يمشي لشي بلاصة نتبعو. ايوا سيدي الحاجة اللي اكتشفت هو انه عمي طلع شاري ليه واحد لابارتومون، وهاديك لابارتومون تيدي ليها العيالات، ما وحدة ما جوج. حتى لهنايا وانا قلت ماشي ساقي يدبر مخو منو اللي خلقه. ردوا البال. ولكن ملي وصل الصيف وليت فين ما كنحصل شي حاجة تنصورها، يعني جمعت عليه الادله بزاف بزاف. انا بقيت غاديه على هاد المنوال حتى لواحد النهار غادا نعرفوا بلي ان مرت عمي مسكينه كانوا كيجيوها لي زانفيكسيون في المهبل ديالها بزاف. بقات هكاك انفيكسيون من ورا انفيكسيون حتى مرضات بالكونسير في المهبل ديالها. داه هو الطبيب، صافي كيدير لها لي زاناليز ديالها، كيتبع لي دياغنوستيك وداك الشيء اللي خاصو يدار اللي قالها الطبيب كيديروها. واحد النهار مشيت باش نزور مرات عمي، تخيلوا معايا الدريه باقا في عش الشباب ديالها، باقا صغيره وكتسمع باللي راه عندها كونسير في المهبل ديالها في الرحم ديالها. غير الفكره ديال انه تقول راه غادي يجيني الكونسير، راه صافي الواحد كيتخيل باللي ان حياته سالات. صافي ومسكينه هازه الهم لوليداتها باقيين صغار، شكون اللي غيكبرهم، شكون اللي غادي يتهلا فيهم. الواحد ملي كيطرى ليه شي حاجه بحال هكا كيبقى يفكر في بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الامور من غير لا سيتوياسيون الصحيه ديالو. انا صافي ملي شفتها في هذيك الحاله وبقات كتهضر وكتعاود، صراحه بقات فيا بزاف، وانا عرفت باللي ان عمي هو سبابها. انا الصراحه في الاول قلت انا ماشي سوقي ما نهضر ما نتكلم، الموضوع بعيد عليا وماشي سوقي. هو بقى كيتعامل معاها مزيان وكيديها عند الطبيب، ولكن المده بدات كتطول. ودابا مرات عمي كملات عام باش عرفات باللي راه عندها الكونسير، ولا شيميو راها ما ساهلاش، راها كتهلك وعندها الدراري صغار. اذا هاد عمي هذا في بلاصه بما انه يتهلا فيها ويرعاها هي ووليداتها ويكون الظهر والسند ديالها، شنو دار؟ داها لدارهم، خصوصا بانه هو واعي وعارف بانه هو اللي وصلها لهاد المرحله هادي. اشنو دار؟ داها هي وولادها لدار والديها. وما وقفش غير هنا، لا، وراه كمل في داكشي اللي كيدير وعايش الحياه مع راساتو. حيتاش انا من هذيك الوقيته وانا حاضياه عاسه عليه. السيد ما بقاش كيجي كيبات في دارو اللي كاينه اون فاس لينا، لا، السيد ديما كيمشي لهاديك لابارتومون مع العيالات. انا شنو بديت كنفكر، فكرت نقولها لبابا ولعمامي، انت كيفاش جبتي بنت الناس مرضتيها في صحتها ورميتيها عند والديها هي وولادها، على الاقل صرف عليها، ديها عند الطبيب، وقف معاها نفسيا ومعنويا، هذه اقل حاجه ممكن ديرها، بحكم هو انه انت السبب في هذه المرضى هذه. وانا بغيت كاع حتى نقولها حتى لمرات عمي بالحكم انها بدات كتشافى وهي حيدوا ليها الوالده، حيت صافي وصلت لواحد المرحله جد متطوره من المرض. ولكن الحمد لله ملي بدات كتشافى شويه بشويه على الاقل ترجع غير لوليداتها. انا الحاجه اللي بغيت نقول ليها هو انه ملي ترجعي لوليداتك خاصك تردي البال، ها راجلك ها شنو كيدير بالحرف الواحد، ها شنو كيدير وها شنو كيدير. وحتى الا نتيا ما بغيتيش ترجعي معاه راه من حقك، خصوصا انني انا سكت وسكت 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 وشديت في قلبي بزاف، ومرات عمي بقات فيا بزاف.
وخصوصًا حاشاكم الكلب أعزكم الله كيفاش تعامل معاها. أنا شنو مشيت درت، شديت دوك الأدلة كاملين اللي عندي والتصاور كاملين اللي عندي ووريتهم لختي الكبيرة، ولكن اختي الكبيرة قالت لي سكتي ما تدخليش راسك في الصداعات وما تدخليش راسك في المشاكل غتبرتكي الشمل ديالهم. داكشي علاش أنا دابا جيت عاودت لكم هاد القصة هادي باش تقولوا لي الرأي ديالكم، وباش تقولوا لي شنو نقدر ندير أولا شنو ممكن أنني ندير. هنا سالت القصة. أنا رأيي المتواضع هو أنه هاد عمك هذا يستاهل واحد التبهديلة واحد الشوهة كبيرة في العائلة حتى ما يبقاش يقدر يهز الراس. هاد الشي يدار من ورا بطبيعة الحال ما تقوليها لمراتو، مراتو خاصها تعرف. وأنا بالنسبة ليا مراتو ما ترجعش عنده حيتاش هو ما صانهاش، هو ما خافش عليها، بالعكس هو راه وصلها للتهلكة، هو راه وصلها للموت، وهو مشى يكمل حياته ومشى يتفيجط مع راساتو. واللي يدير لك اليوم الكونسير في الرحم غدا يقدر يدير لك الكونسير في بلاصة وحدة أخرى. وبالخصوص أنه خانك ما مع مرا ما مع جوج ما مع ثلاثة. يعني كان ضروري واحد النهار غادي يوصل لك المرض، عاد زيدي بسبابو تحيد لك الرحم ديالك، تحيدات لك الوالدة ديالك، يعني تحيد لك عضو من الجسم ديالك بسببه هو. يعني واحد التأثير نفسي خطير وخطير جدا، فما بالك تبقاي تشوفي في واحد الشخص وجها لوجه يوميا حياتك كاملة وانت عارفاه بأنه وصلك لواحد الدرجة خايبة، وصلك للتهلكة. يعني انتي مساوية عنده حتى شي حاجة، وإلا كنتي مساوية حتى شي حاجة عنده ما عندها حتى شي معنى تعيشي معاه. أنا كان هذا هو رأيي الشخصي، وكنتمنى أنهم حتى نتوما تخليو ليها في التعاليق الرأي الشخصي ديالكم.